هل صاحب بالين دايما كذاب؟ شيء لطيف قوي ان جهاز واحد يبقى بيعمل لك اكتر من وظيفه، بس في ساعات كتير بيخيش في واحده من الوظائف دي. النهارده هبص على 4 اجهزه كل واحد فيهم على الاقل عنده بالين، واخر واحد عنده 4 5، عد ولا يهمك. وهنعرف هل فعلا صاحب بالين كذاب ولا المثل اي كلام، والاجهزه دي بتعمل كل الخواص بتاعتها وكل المهام بتاعتها 10 على 10. اول حاجه معانا النهارده من الفئه بتاعت صاحب بالين هو صندوق. تعالوا اوريكم الصندوق بيعمل ايه. طيب الجهاز زي ما هو منظره كده، زي ما قلت لكم يا جماعه، ده صندوق. الصندوق انا بشيل فيه كل الحاجات اللي انا بستخدمها في المكتب. لو انا شغال من حته بره، الجهاز بيجي فيه اماكن لكذا كومبارتمنت او كذا مكان تقدر تحط الحاجات. الفيلكرو دي بتلزق هنا وتقسم لك الكومبارتمنتس بتاعتك بطريقه لطيفه جدا علشان تاخد اكبر حجم من الحاجات اللي انت بتستخدمها كل يوم. هتلاقي مثلا حاطط مفتاح البيت، حاطط حاجه عشان اغير شريحه التليفون. ده منظره. الجهاز فيه من هنا لو تاخد بالك، حتى في مكان هنا مثلا احط فيه قلم. ده قلم عادي خالص. طيب ده بال. فين البال التاني؟ البال التاني بمنتهى البساطه ان الحته دي، شايفين ده الجزء ده من الكفر يا جماعه هو اكشلي وايرلس تشارجر. خلينا نوصله باليو اس بي سي. لو انا جيت حطيت ايربودز بتشحن، فده 2 في 1. منها انك بتخزن الحاجه بتاعتك، وفي نفس الوقت في وايرلس تشارجنج باد هنا. الامكانيات بتاعتها مش احسن حاجه، مش اسرع او اكتر تشارجر باورفول، بس بتقضي الغرض. ادي الاختراع كام من على 10 كصندوق وكافري داي كاري جير؟ اديله 10 على 10. هو بصراحه بيجبرني ان انا اخد الحاجات الاسنشال المهمه في مكان واحد، وسهل جدا وشكله شياكه. يعني لو تحطه على مكتبك، تحطه على الترابيزه اللي بتشتغل من عليها زي الفل. لكن الوايرلس تشارجر 4 من 10 5 من 10 بالكتير قوي، لان هي بطيئه، اخرها تشحن الايربودز. عشان لو معاك حاجه كبيره، ايفون برو ماكس اتسترا، حاجه شبه كده صعب قوي ان انت تشحن او تعتمد على دي، بس ممكن تنقذك، تديك مثلا 5 10% لحد ما توصل لتشارجر كويس، بس دي لوحدها ما تكفيش بالغرض نهائيا. تاني جهاز معايا هو حاجة بالين مفيدين جدا. ده لمبة بتحطها بالليل في أوضة نومك أو أوضة نوم الولاد، علشان لو أي حد صحي بالليل رايح يشرب مية داخل الحمام، النور ينور وما يخبطش في حاجة، ما يعملش دوشة، الكلام ده كله. بنسميها في مصر لمبة سحاري. طيب ايه البالين اللي في الجهاز اول حاجة ان هو لمبة. تاني بال ان هو فيه موشن سنسور. تالت بال ان ده زيجبي ريبيتر. واللي فيكو ما شافش الحلقة بتاعة البروتوكولات ومش فاهم يعني ايه زيجبي، روح اتفرج عليها هتطلع لك هنا. ده بيقوي النتورك بتاعة السمارت هوم بتاعك. اللمبة بتنور كذا لون، فممكن تستخدمها كذا استخدام. انا مثلا اللمبة اللي موجودة بره المكتب، اول ما ابتدي اشتغل او ابتدي اصور، اللمبة دي بتنور احمر عشان الولاد ما يعرفوا ان هم ما يعملوش اي دوشة وانا بشتغل. وفوق كل جواها الموشن سنسور اللي ممكن تربطه باوتوميشنز في بيتك، او ان هو تستخدمه ببساطه ان اول ما حد يعدي جنبها بالليل تنور، اللي هي الوظيفه الاساسيه بتاعت اي لمبه سحاري بتحطها في اوضه نومك او اوضه نوم الولاد. طيب اللمبه دي تاخد كام على 10؟ كموشن سنسور 8.5 9 على 10. كلمبه 10 على 10، دي وظيفتها الاساسيه. كزيجبي ريبيتر دي بالنسبه لي 11 على 10، لان مش كتير الحاجات اللي مش غاليه اللي تشتغل كزيجبي ريبيتر وتقوي النتورك بتاعتك، فدي اوبشن عظيم جدا جدا جدا. الجهاز اللي بعده متوقع قوي برضه في فئه السمارت هوم. الجهاز هو الامازون اليكسا ايكو دوت. اللي عندي هنا دي الفيفث جنريشن. دي ليه صاحب بالين؟ الامازون ايكو الجديده، طبعا الجديده اللي لسه اناونس فيها مميزات اكتر بكتير، بس دي اللي موجوده دلوقتي اللي هتلاقيها على امازون، وممكن ينزل لها على فكره سيل محترم في بلاك فرايداي الجاي، بما ان هم اعلنوا عن فئه اجدد، فممكن تجيب دي وتبقى لطيفه جدا في البيت. اول هام دي بتخلي البيت يبقى كونكتد للامازون ايكو سيستم، فدي بدايه
لبيتك الذكي. ادي اول حاجه. تاني حاجه السبيكر كواليتي بتاعتها، عشان لو عايز تسمع مزيكا او تستخدمها كسبيكر فهي بصراحه محترمه جدا 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 ككواليتي. تالت حاجه، ودي حاجه من الحاجات اللي انا بستخدمها على طول، الجهاز بيجي معاه بيلت ان بريزنس سنسور. يعني ايه بريزنس سنسور؟ اتكلمت عليه قبل كده اهوت، روح شوف الفيديو بتاع لكل مقام سنسور هيظهر لك برضو هنا، اتفرج عليه هتفهم كويس قوي ان البريزنس سنسور من احسن الحاجات اللي ممكن تحطها في الاوض بتاعت نومك او اوضه نوم الولاد او الاماكن اللي بقى فيها ناس قاعده بتتفرج على افلام، قاعد بتقرا، الكلام ده كله علشان احسن بكتير من حاجات زي الموشن سنسورز وسنسورز تانية. ففكره ان انا يبقى عندي جهاز بيعمل الثلاث حاجات، بيخلي البيت سمارت عن طريق الايكو سيستم بتاع امازون، سماعه محترمه وفي نفس الوقت بريزنس سنسور، ده بالنسبه لي كان اوبشن لطيف جدا. ودي من اصحاب البالين اللي فعلا بتنجح ان هي تبقى صاحب بالين، بس في كل واحد فيهم بتأدي بشكل محترم جدا جدا جدا. اخر جهاز، وده مش ببال واحد يا جماعه ولا 2 ولا 3، غالبا 4، ده زي ما انتم شايفين كده التشير دوت ماوس 2. الجهاز دوت هو في ظاهره ماوس عادي جدا. الماوس دوت بتتحكم فيه بجهازين، بيتشحن بيو اس بي سي، ولحد كده هو ماوس زي الفل عادي زي اي حاجه تانية موجوده في السوق. الحقيقه بقى ان الماوس دوت هو كمان تراك باد، دي بتشتغل زيها زي اي تراك باد بالجستشرز اللي احنا عارفينها، سواء بصباعين او 3 صوابع تسوايب عشان تروح وتيجي ما بين الابليكيشنز بتاعتك. وكمان الجزء ده بيتشال ويتحول الى كليكر لو انت بتعمل برزنتيشن في الشغل او حاجه، وفي نفس الوقت بيشتغل از ا ليزر بوينتر. عشان اشغل ليزر بوينتر بقلبه على الاير مود مش الكليك مود، اكونكت واشغله بدل اوف، خليه مثلا على 1. زي ما انتم شايفين هو بيحاول يكونكت دلوقتي بس مفيش اجهزه حواليه. انا اللي فارق معايا ان انا اوريكم ليزر بوينتر كمان، غير ان هو للبرزنتيشنز تراك باد وكمان ماوس. ده التشير دوت 2، وفي فيرجن منه بال زياده بينزل معاها AI ديتكشن، علشان لو في ميتنج ممكن الماوس يسجل لك كمان الميتنج ويسامرايز ويساعدك في شغلك زي الفل. من احسن الحاجات اللي انا شخصيا اشتريتها في 2025. وبكده اثبتنا ان مش كل صاحب بالين كذاب، ولا كل صاحب بالين جامد قوي ومكسر المثل. لكل قاعدة شواذ، في حاجات بتظبط معاها وفي حاجات فعلا بتخيش. لو عجبك الفيديو دوت سبسكرايب، عشان دي انطلاقة لسلسلة اسمها اسأل مجرب، هبقى براجع فيها منتجات وحاجات انا شخصيا بستخدمها يوميا واقول لكم رأيي فيها بمنتهى الصراحة، ونعرف اذا كانت تستاهل الكاش اللي انا دفعته عليها ولا انت ابعد عنها وبلاش وفكك وحافظ على قرشك في الطلعة دي. اشوفكم الاسبوع الجاي.